كل التوقعات كانت بتقول ان محدش هيعرف ينزل فريق ماكلارين من على البول بوزيشن في سباق اذربيجان، لكن فيرستابن عملها وهيبدا هو في البول بوزيشن. مساء الفل. فاكرين لما كنا بنقول الماتش اللي فات ان احنا فريقنا ما ينفعش يلعب دفاع عالي عشان احنا اصلا الدفاع عندنا بطيء؟ المره دي التشكيل بادئ بفضايح. بايندير في حراسه المرمى، قدامه ماجواير ودي ليخت، ومزراوي هو اللي بيلعب مساك يمين، حاجه قمه في البطء. مزراوي بعد ما كان هو عامل فورمه وحشه الماتش اللي فات هيتكافئ ويلعب المره دي بقى مساك معاهم. الاربعه اللي في نص الملعب بقى قمه الفضايح. على اليمين دورجو اللي هو اصلا ملوش اي عدله يمين وهو بيلعب ناحيه الشمال. شو بعد الاداء السيء اللي بيقدمه معاك من اول الموسم انت بتكافئه وبيلعب هو بقى ليفت وينج باك. الاثنين اللي في النص الحاجه الوحيده المنطقيه اللي بتحصل كاسيميرو وبرونو، اللي هو اصلا انت عندك مشاكل مع برونو لما بيلعب في المركز ده، بس تمام هنعديها. الثلاثه اللي قدام ما فيهمش اي تغيير. الاثنين اللي ورا سيسكو هيكون ديالو ومبومو، الله اعلم بقى هيخلي مين فيهم ما يلعبش على عدلته، هنشوف. امورين بقى في المؤتمر الصحفي قال نكته جامده جدا، قال لك احنا بنلعب طول ما احنا بين البوكس والبوكس، البوكس في الدفاع فيه مشاكل والبوكس في الهجوم فيه مشاكل، طب مين اللي هيصلحها يا معلم؟ فانا بعد العبط اللي بيتقال ده اكرم لي اركز مع الفورمولا 1 واشوف فيرستابن هيعمل ايه في السباق بتاع اذربيجان، ونسيبنا بقى والله من الكوره خالص. وانتوا زيكم ايه عاملين ايه؟ تتفرجوا على الماتش فين بقى؟ هتتفرجوا على الماتش ليه؟ طب احنا ممكن نعمل ايه غير كره القدم؟ يعني نتفرج غير بقى ان احنا نتفرج على الفورمولا 1، ممكن نتفرج على باسكت، ممكن نعمل شوبينج، نربي دود نفس الضغط اللي بنبدا بيه اول 5 دقايق في كل ماتش. طب ما نسيب الضغط ده بعدين عشان هنحتاجه والله. تعالوا نلعب كارديو دلوقتي. حطوا فوق جون، دي مش فاول وطرد يا حكم، طلعه بره، طلع سانشيز بره. حلو بدايه في صالحنا، حلو. اطلع بره يا عم بداينك اللي مش كامله دي. حلو والله من بايندير لعبها من ورا الدفاع، سيسكو محطه طبعا حطها بدماغه لمبومو، راح داخل شايله والزبون اطرد سانشيز يا معلم. هو ساعه ما عمل الفاول ماريسكا اصلا بص له وعارف ان هو هيطرد. اللطيف بقى في الطرد ده مش بس ان هم هيلعبوا 10 من اول الماتش، هو خد ستيفاو معاه عشان الواد ده اصلا غتت وممكن يعمل لنا مشاكل. ده ماريسكا عمل تغييره ثانيه وطلع نيتو هيلعب من غير اجنحه. حلو يعني هم الثلاثه اللي واقفين على الكوره، برونو ومبومو وكاسيميرو. كاسيميرو انت واقف معاهم ليه؟ انت عمرك شفت فاول في حياتك من ساعه الطرد. وماريسكا طلع الجناحين ونزل حارس مرمى ونزل مدافع، واحنا خلاص احنا ماسكين عليهم كوره واحنا بس اللي بنلعب. اتمنى والله نكمل كده. طيب هو تقريبا التشكيل كان نازل غلط على الويب سايت بتاع البريمير ليج، عشان هم كانوا حاطين مزراوي بيلعب مساك ولوك شو هو اللي بيلعب شمال ودورجو بيلعب يمين. لا هو احنا زي ما احنا، مزراوي هو اللي بيلعب يمين، دورجو بيلعب شمال، لوك شو مساك ثالث ورا. ال 14 دقيقه اللي فاتوا 78% بول بوزيشن لمانشستر يونايتد، وعملنا 5 محاولات ما فيهمش اي حاجه فعاله، بس احنا هناك لان هم كلهم شادين بقى اللحاف ورا تشيلسي وبيدافعوا بس، وفي الاغلب احنا هنكمل الماتش بنلعب على العرضيات. جول عمي برونو. حلوه العرضيه من مزراوي ولعبها دورجو بدماغه وبرونو اتقدم وحطها. شكلها تتحسب اوفسايد يا جدعان، ما تعديها. ايده بس اللي كانت متقدمه على المدافع، اعتبرني ليفربول. طبعا هيجيبوا لنا مهندسين مساحه من المقاولين العرب عشان نحسب بقى الاوفسايد بالملي. 1-0 حسبها ابن اللعيبه، عشان لما اقول لك برونو عمي ما تتكلمش معايا تاني وانت عارف نفسك. شايف القطعه والفينش. كاسيميرو بقى صاحب واجب، لا واحد اتطرد من عندهم قال لك ابدا الا اطرد انا كمان، الحمد لله انا جت انذار. 19 دقيقه ومانشستر اللي بيهاجم وبنلعب عليهم جون مشترك، دي احسن بدايه من اول السيزون لاي ماتش لعبناه. التغيير الثالث وسانتوس نزل مكان بالمر عشان بالمر شكله غالبا كده اتصاب. احنا اول ماتش اشوفه من كتير الظروف كلها بتلعب لصالحنا. الماتش لو كمل بالسيناريو ده ان شاء الله هنكسب، بس اول واحد توقع ان مانشستر هيكسب تشيلسي هو كابتن محمد ابو تريكه. تشيلسي اول مره يجوا عندنا بعد 21 دقيقه وجايين بكورنر. طبعا عارفين ايه اللي بيحصل في الجليتش بتاع لندن. فاكرين الماتش اللي فات انا قلت دورجو لعيب كويس ومحتاج يتصنفر بس شويه وهيطلع قماش؟ الغي رحلتي، ده بيلعب بشبشب ومش عارف يطلعنا بالهجمه والهجمه باظت. 25 دقيقه احنا احسن، احنا بنروح، احنا افضل، احنا طبعا بنهاجم عشان هم كلهم راجعين ورا وطلع كل الاجنحه بتاعتهم، بس الفريق تحس ان المره دي عندهم روح. حتى كل الاير دولز احنا اللي بناخدها ومتفوقين فيها، اي التحامات على الارض وعلى الهواء الفريق احسن من الماتشات اللي فاتت. اللي كان بيحصل الماتشات اللي فاتت ان نص الملعب بتاعنا بيحاول يسحب الفريق الخصم وبعدين نبدا الهجمه من اليمين والشمال. مبومو وديالو الماتش اللي فات كانوا هم مفاتيح اللعب الرئيسيه على الطرفين. الماتش ده تشيلسي كلهم تقريبا متكتلين ورا، خصوصا بعد بالمر واستيفاو ونيتو لما طلعوا كلهم بعد الطرد. النص ساعه اللي فاتوا مانشستر يونايتد سيطره مطلقه طبعا من بعد الطرد. تشيلسي ما راحوش غير بكوره او 2 على استحياء كده. كل نقطة قوتنا على اليمين وعلى الشمال كالعادة، ودي نقطة قوتنا من أول الموسم. لكن أعتقد لو عندنا لعيب في نص الملعب زي ماينو، حد بيعرف يلعب كورة شوية، يمكن يكون عنده حلول توصلنا من النص كمان. يلا ديالو
يلا ديالو، وحشه يا ديالو، القرف ده يا ديالو. جواو بيدرو عمل واحده رونالدينيو وشكله هيلبسنا ضربه جزاء. الحمد لله الحكم ما حسبش حاجه. لعيبه تشيلسي تحسهم متربين والخطه باظت. احنا لازم نستغل ده لصالحنا واحنا اللي نهاجم، لان العيال دي دلوقتي خلاص مش باكين على اي حاجه. لو راحوا باي كوره زي بتاعه جواو بيدرو دي تاني ممكن يسجلوها عادي والماتش يبدا يتكهرب بدون داعي. جول كاسيميرو البرازيلي الافضل في التاريخ. الحارس الاحتياطي بتاعهم ده متفرج اكتر من اونانا. كويس. طب ما سهله اهي، ما نلعب كل ماتش الفرق اللي قدامنا تنزل ب10 لعيبه عشان نعرف نكسب. ايه المشكله يعني؟ دي الخلطه السحريه بتاعه الشيخه خديجه المغربيه. جرناتشو عامل ايه؟ مبسوط معانا؟ عرضيات بلا هدف. شباب ممكن تلعبوا سيسكو معاكم شويه في المهرجان ده؟ هو مش تشيلسي بطل العالم واحنا كسبانين تشيلسي؟ يبقى مانشستر يونايتد بطل العالم. يا كاسيميرو لسه بنقول انت ليه صاحب واجب قوي يا اخي؟ اسحب يا ابني لقب البرازيل الاعظم في التاريخ. يعني هم مطرود منهم واحد، فما تحاولش انت تعادل الكفه، لكن مفيش تفكير، مخ جاموسه. تشيلسي طبعا بعد الطرد بداوا يمسكوا كوره وبداوا هم اللي يهاجموا، صحيح اخر 3-4 دقايق، بس ممكن الشوط الثاني تلاقيهم بيهاجموا عليك عادي. بنعشق ضيق التنفس. شوط اول مليان احداث. مانشستر يونايتد بيضغط اول 3-4 دقايق، سانشيز يطرد بسبب مبومو، وبعدها سيطره مطلقه لمانشستر يونايتد. طبعا الطرد خلى تشيلسي يتكتل ورا، خصوصا بعد التغييرات اللي عملها ماريسكا، وبالتالي فبقى اختراق الفريق من نص الملعب صعب، وانت اصلا دي مش نقطه قوتك من اول الموسم. فطبعا كل الحلول الهجوميه من عند مانشستر يونايتد كانت بتيجي على اليمين او على الشمال، من ناحيه ديالو او من ناحيه بومو، او حتى لما كان بيتقدم دورجو او بيتقدم مزراوي يعملوا لك هجمات. فكل الهجمات بتاعتك كانت بتبقى في شكل حلول عرضيات او كور ساقطه جوه المنطقه، والكور الساقطه جوه المنطقه دي اترجمت لهدفين، واحد لبرونو وواحد لكاسيميرو، ولحد دلوقتي الدنيا ماشيه زي الفل، لغايه ما كاسيميرو يقرر يدي لتشيلسي قبله الحياه. كره في نص الملعب ومفيش حد متقدم من تشيلسي غير واحد في وسط 3 مدافعين، وانت تعمل تاكلينج بالمنظر ده وتشده تخلي الحكم يديلك انذار بمنتهى السهوله، وانت كسبان 2-0 في ملعبك، والماتش اصلا سهل وبدا يتسهل عليك كمان بالتغييرات اللي حصلت، لكن انت قررت ترجع تشيلسي في الماتش بدون اي داعي. وطبعا اخر 3-4 دقائق في الماتش كان تشيلسي بدا يمسك كوره وبيحاول يرجع في النتيجه، وواضح ان هم الشوط الثاني هيبداوا ينزلوا يهاجموا علينا ويبداوا يمسكوا الكوره اكتر من الشوط الاولاني، بعد خلاص الفريقين بقوا بيلعبوا 10 دلوقتي. رايي في التشكيل اللي بدانا بيه الماتش مش هيختلف كتير، ده مش احسن تشكيل تبدا بيه قدام تشيلسي، ولكن احنا الظروف خدمتنا مرتين، مره بالطرد ومره بالاصابه اللي طلعت بالمر، فبقى ما عندهمش اي حلول هجوميه، اللهم الا شويه المناوشات اللي هيعملها سانتوس اللي نزل مكان بالمر، وجواو بيدرو اللي هو اصلا بيعرف يتصرف، لكن تصرف واحد غلط بغلطه غبيه يلبسك طرد، فيتعادلوا معاك في عدد اللعيبه في الملعب، ويبدا هو عنده افضليه، هينزل الشوط الثاني يلعب عليك ماتش وربنا يستر وما يرجعوش علينا في النتيجه. اتفضل يا سيدي. دلوقتي الطرد بتاع كاسيميرو خلاه يبقى مضطر ان هو ينزل اوجارتي مكان سيسكو، فمضطر تلعب دلوقتي من غير راس حربه. طبعا عدم وجود كاسيميرو وسيسكو في الملعب هيخسر مانشستر اي التحامات بدنيه في النص اللي قدام الملعب. لاعيبه يونايتد تحس ان هم مش مستوعبين ان هم كسبانين تشيلسي 2-0. اموريم محتاج يقف على الخط يهدي اللعيبه دي شويه، عشان النرفزه دي ممكن تلبسنا انذارات وتلبسنا طرد تاني عادي جدا. ما تصحى شويه يا مزراوي. دورجو كاسيميرو اتطرد عشان غبي، اوجارتي اغبى منه. يا ابن العيب يا دي لخت يا جدعان، بيهاجموا علينا يا جدعان. اموريم كان هيطلع مبومو عشان ينزل كونيا ورجعه تاني، طبعا بيهاجموا علينا من اول الشوط، جابوا جول الحمد لله اوفسايد. احنا بالمنظر ده هنلبس والله. التغيير اتعمل ان هو طلع مزراوي ونزل كونيا، كده الملعب غالبا شكله هيبقى ان ديالو هيجي يمين، والاثنين اللي قدام هيبقى مبومو وكونيا، وطبعا مفيش مهاجم فمبومو هو اللي هيتقدم شويه. الثلث ساعه اللي فاتوا مفيش اي خطوره من الفرقتين، الكره رايحه جايه، مفيش اي حاجه خطا غير الكره تشيلسي اللي دخلت جول واتحسبت اوفسايد اللي كانت ملعوبه من كورنر. المفروض ان انت دلوقتي لما الملعب اتظبط نبدا نهاجم بقى شويه، نسجل الثالث ونرتاح، لكن لا، لازم جرعه النكد بس يا سيدي. وراح مطلع ماجواير اللي عامل ماتش كويس وسايب لوك شو في الملعب. احنا هنلعب بخطه ماما زمانها جايه. طارق جورج دخل في بايندير جاب له اصابه. مين طارق جورج ده؟ يعني ايه طارق جورج اصلا؟ هي ازاي كره كايسيدو دي مش انذار؟ تعمل ايه يا ديالو؟ جميله، تعملهاش تاني بقى. دبل كيك على طريقه خميس كاكا. طبعا كالمتوقع تشيلسي بيضغط عليك بكل الخطوط، والهدف الاول لتشيلسي. طبعا بيضغط عليك بقاله اكتر من ربع ساعه وانت ما رحتش غير بهجمتين، وقمه التساهل اللي بنلعب بيه، فلازم نلبس الاولاني. شالوبا نط من فوق يورو. عايز ضغط عصبي؟ خد. عايز ماتش مكهرب؟ خد. عايز ضيق تنفس؟ خد. عايز لعيبه اغبياء؟ خد. مانشستر يونايتد باختصار. الماتش دلوقتي اتحول من فرقه كنا بنلعب عليهم جون مشترك الشوط الاولاني لفرقه غالبا ممكن تتعادل معانا. ديالو اقصر لعيب في الملعب، هو اللي بيعمل التغطيه العكسيه على العرضيات اللي بتعملها تشيلسي، وهم دلوقتي واخدين بالهم منها وبيلعبوا عليها بقالهم 3 مرات. انت بقى شايفها ولا لا؟ ده يورجنسن ده طالع شبح. هي دي
هي دي وحشه دي. ما هو انت لسه ما جاش على فكره. تغيير برونو بماينو دي على قد ما هي صح عشان برونو تعب، على قد ما انا قلقان منها مش عارف ليه. كاسيميرو في الشويه اللي لعبهم عمل ماتش بدنيا كويس وسجل وعمل انذارين واتطرد وبوظ الماتش، عمل كل الموبقات في الملعب، كان ناقص يجيب نسوان في الملعب. 7 دقايق وقت ضايع، وطبعا احنا الوقت الضايع بالنسبه لنا في الماتشات دي بيبقى عامل زي ماتشات الباسكت كده مليان احداث. لا 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 لا، طلع الكرة من هنا يا ابني. 30 ثانيه ونكسب يا جدعان، الله اكبر، اخيرا كسبنا. الله يا ابو ريم الله. شباب احنا حاولنا نخسر بس فشلنا فكسبنا. جلوري جلوري مان يونايتد. مانشستر يونايتد ما خسرش في اولد ترافورد اخر 13 ماتش قدام تشيلسي. مبروك المكسب، مكسب مهم جدا على تشيلسي، مكسب يخلي عندنا 7 نقط على بعد نقطتين بس من مراكز التوب 4. مش عايز ابقى بصيح وخلاص واحنا كسبانين، بس الماتش ده كان ممكن يخلص سكور اكتر من كده لو ما كانش كاسيميرو اتطرد. ماتش بصراحه هيرجع الثقه للفريق وهيرجع الثقه لاموريم، لكن اموريم برضو كان عنده مشاكل في التغييرات وعنده مشاكل في التشكيله اللي بدا بيها الماتش، وما نقدرش نقول ان هو عامل ماتش حلو لمجرد ان احنا كسبنا النهارده. تغييرات اموريم نقدر نقول ان هي حافظت على المكسب، لكن التغييره بتاعت ماجواير كان ممكن جدا تكلفك الماتش. اي حد شاف الماتش هيعرف ان انت كنت متفوق على تشيلسي وكان ممكن تخرج سكور بسبب الظروف اللي حصلت في الماتش. لكن الشوط الثاني بعد ما تعدت الكفتين وبقيت بتلعب 10، تشيلسي بقى عنده فرصه يرجع وفعلا سجل، وكان ممكن كمان يتعادل وربنا سترها. لكن التشكيل لسه فيه مشاكل. بايندير لسه بيبدا اساسي بعد ما انت جبت لامنز اللي هو اصلا عنده قدرات بدنيه وقدرات في حراسه المرمى اعلى بكتير من بايندير اللي بيفتقد لشويه اساسيات بتعمل لك مصايب. وجود يورو على دكه الاحتياطي بعد المستوى اللي بيقدمه لك من اول الموسم علامه استفهام كبيره، حتى لو ماجواير نزل عمل ماتش كبير وقدم مستوى مرضي جدا. عايز تبدا بماجواير ممكن عادي جدا الاثنين اللي معاه يبقوا ديليخت ويورو، او تلعب بيورو وهيفن، تلعب باي حد غير ان انت تفضل مصمم تلعب بلوك شو بالمصايب اللي بيعملها لك في الدفاع. لان لوك شو اللي بيقدم كوارث من اول الموسم، وبرده كان بيقدم كوارث الماتش ده حتى لو سقفت له في كوره ولا اتنين. ما عنديش ادنى فكره انت ليه مصر تعاند وتلعب بلوك شو. حتى يا سيدي لو انت مش عايز تطلع ماجواير من الملعب العب بالثلاثه ديليخت ويورو وماجواير، لكن الاصرار على وجود لوك شو في الملعب كلفك قبل كده كتير وهيكلفك اكتر لو فضلت مكمل بلوك شو، وهو ده اخره تاخد منه كوره ولا اتنين وتسقف له عليهم وخلاص. نص الملعب تقدر تقول ان هو لم يختبر في الشوط الاولاني، خصوصا بعد الزياده العدديه اللي كانت عند مانشستر يونايتد بعد طرد سانشيز. مبومو طبعا اداء ممتاز كالعاده، لكن واضح ان الراجل الشوط الثاني مجهوده قل خصوصا بعد طرد كاسيميرو. سيسكو الشوط الاولاني كان محطه مهمه جدا وبداها بالكره اللي لعبها لمبومو اللي جه منها الطرد بتاع سانشيز، لكن سيسكو لحد دلوقتي لعيب مش محظوظ ابدا. انا عايز اشوف سيسكو بيلعب 90 دقيقه ويبقى وراه مبومو وكونيا ونشوف هيقدر يقدم لنا ايه. ومع ذلك خروج سيسكو بعد الطرد خسرك افضليه بدنيه كبيره على تشيلسي، خلتهم قدروا يمسكوا منك نص الملعب وبقيت مهدد ان انت تخرج الماتش ده تعادل. ديالو طبعا محتاج يصحصح معانا شويه كده عشان المستوى اللي بيقدمه من اول الموسم ده ما ياكلش عيش. اموريم بقى محتاج يشغل الافيهات بتاعته في المؤتمرات الصحفيه دي ويبدا يصدر الضغط على التحكيم شويه، عشان هو الموضوع اكيد ملوش علاقه هو انا مستواي كويس ولا مستواي وحش في الدوري. يا سيدي انا وحش بس اديني حقي. ماتش زي ده مفيش ادنى مبرر يخلي الحكم ما يطردش انزو ويعدي له كذا كوره، ويمكن كمان كان سانتوس ممكن يطرد معاه. فبعد اذن البلاغه والفصاحه بتاعت اموريم في المؤتمرات الصحفيه احنا عايزين شويه من يورجن كلوب وتبدا تصدر الضغط على التحكيم. الماتشين الجايين بقى عندنا برينتفورد بره وعندنا ساندرلاند قبل التوقف الدولي في اولد ترافورد. مش عايزين فلسفه كتير، خصوصا بقى ان فرقه زي برينتفورد راس مالهم الكور العرضيه والكور السقط في ال18 اللي انت عايز واحد زي لامنس يطلع ياخدها بدل بايندير اللي بيقف يتفرج عليها. الفرقه دلوقتي بدات تبقى فرقه كامله، كونيا وماونت رجعوا الاثنين، المصابين كلهم تقريبا رجعوا، ليساندرو هيرجع لك الماتش الجاي او اللي بعده، طبعا دالوت مش مهم، فخلاص مش محتاجين فلسفه كتير. ابدا العب بتشكيل مظبوط من غير تجويد عشان نكسب. مهم جدا نطلع الماتشين اللي جايين دول بال6 نقط عشان اموريم يبدا يبقى عنده ثقه في الخطه وفي المشروع وفي اللعيبه بتاعته. اللعيبه نفسها يبدا يرجع لها الروح شويه عشان الماتش اللي بعديه لما ننزل قدام ليفربول نتروق بمزاج، عشان ليفربول بعد التوقف الدولي طبعا هيرجعوا لنا فايقين وبيكسبوا ال5 ماتشات اللي فاتوا، وهيكسبوا طبعا الماتشين اللي قبل التوقف الدولي، فهينزلوا طبعا يكسبونا بسهوله، واحنا بقى نشوف لنا شغلانه تانية بدل النيله اللي احنا فيها دي. سلام.